احنا النهارده مع بنوته بتصنع الورد، بتصنعه من الستان. بتجيب ورق كريشه وبتحطه والفلون كستان وانا سمعت. طب اللي انت بتحطيه في الورد الستان من جوه الفروع ديت، بتجيبيها من محل عادي وتحط عليها الستان وتركبيها بحيث ان المنتج يفضل بالشكل ده؟ يعني الجزء اللي جوه ده عبارة عن حاجة شبه السنبلة كده. ايوه، بيبقى جاي فرع كامل مثلا كبير وانتوا بتقعدوا تقطعي منه الاجزاء اللي بتحط حواليها حشو الستان عشان يوصل للمنتج كورده. هي عندك انت عامله الورد المقفول والورد المفتوح. الوردة المقفولة دي بتاخد منك مجهود، بتعملي زي نشا او حاجة ان انت غيره. طب ما الغيره ما بتسيبش العلامة البيضاء او يعني انت بتجيبي غيره شفاف ملهاش لون؟ بحط عليها مواد مخصصة عشان تخليها شفافة. اصل هي كونك برضو تصنعي الوردة بالشكل المقفول دي اكيد لها جودة تانية، انما ديت سهل ان انت تجمعي في الحالتين سهل، اللي هو الستان عبارة عن اه لا، وهي شكلها في حد ذاتها جميل. طب اما تعملي بوكيه لعروسة يوم الفرح بتقدري تجمعيه في قد ايه ولا نظامه ايه؟ ممكن تكلمني قبلها مثلا بشهرين بثلاثة على حسب هي عايزة صناعي ولا عايزة ستان ولا هي عايزة ايه. ممكن ما تعمليش بقى الطبقة دي الا في الاخر؟ انا بعمل اي شكل هي عايزاه بتبعتلي. انت ممكن تعملي الورود وفي الاخر تعملي الشكل ده. تحسي ان هي وهي شايله البوكيه وانت عاملاه من صنعك تحسي انك مبسوطه؟ ربنا يوفقك ودايما في تألق وده عباره عن ايه؟ حامل صور؟ كود بتاعي وده يعني انت عامله الكود بتاعك او بس او الصفحه بتاعتك بحيث اللي عايز يدخل ويتواصل وياك يدخل عن طريقه. احنا صورنا لحضراتكم اهو والورود، وكل سنه وانت طيبه، مشروعك ينجح وينول نجاح.